متابعينا الأعزاء، السلام عليكم، حياكم الله وأسعدتم مساء بهذا اليوم، وهو نهار يوم الخميس 1/5/2025. حبيت أبلغكم من خلال هذا الفيديو عن قرب إطلاق 37 ألف درجة وظيفية على ملاك وزارة الداخلية. طبعا هاي 37 ألف درجة وظيفية هي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، يعني عقود على وزارة الداخلية نفس ما سووا العام بال2024. هاي الفئة نفس الفئة اللي حولوهم العام من عمر 18 إلى عمر 29. نفس الشروط نفس التفاصيل، لكن احنا ننتظر تفاصيل جديدة إن استجدت أمور أو إن رفعوا سقف العمر لهذول المستفيدين. طبعا ننتظر التفاصيل الجديدة بخصوص ال 37 ألف درجة وظيفية والشروط. طبعا وزارة العمل تعطي 3 فرص لمستفيد الرعاية الاجتماعية، إذا امتنع أو رفضهن 3 راح ينقطع عنه الراتب نهائي. فالعام اعطوا فرصة تحويل إلى شرطي بصفة عقد، والبعض رفضها. وفرت وزارة العمل منصة مهن ومنصة أرزاق لفتح مشروع وأيضا الرفض. هذا الشنص الأخير إذا رفض اللي مستوفي الشروط راح ينقطع عنه راتب الرعاية الاجتماعية. أنا اللي أشوفه أنه ليش ما تستغل الفرصة وهي جايتك، وهاي العقود 3 سنوات وتبتوم على الملاك الدائم، أفضل من راتب الرعاية المحدود واللي ما بي زوجية وأطفال وما بي مخصصة. إن شاء الله قريبا خلال هاي الأيام راح يبلشون يدزون رسائل ويبلشون ينزلون قوائم. فاللي يترجى من عندكم انه تخوضون التجربة وتخوضون الفرصة، لان هذا شانسكم الاخير. اتمنى لكم التوفيق، واكرر وانوه، هاي 37 ألف درجة وظيفية تحويل من الرعاية للداخل، يعني مو تعيين، مو واحد يراسلني او يتصل بي يقول لي تعيينات راح تنفتح بصفة عقد، لا، المستفيدين من الراتب مال الرعاية الاجتماعية راح يحولوهم من الرعاية الاجتماعية لوزارة الداخلية بصفة شرطي من عمر 18 سنة صعودا. أتمنى لكم التوفيق من مركز أبواب للتعيينات والخدمات الإلكترونية. نحييكم أجمل تحية، وفي مان الله.